عاملين ايه؟ تعرفوا انك تقدروا تعملوا الفول المدمس في البيت بكل سهولة وبكل بساطة وبحوالي 5 مكونات بس او اقل، وبسيطين جدا موجودين باذن الله في كل بيت. بس قبل ما نبدأ اشتركوا في القناة وعملوا لايك كومنت عشان تعملي احلى فول زي الجاهز بالظبط، واحلى كمان بتكات كده بسيطة جدا. اول حاجة معانا انا هعمل نص كيلو من الفول. جبت الفول غسلته كويس مرتين، بعد كده حطيته في بولة. لو عايزة تعملي بسرعة حطي عليه مية سخنة وامليها وسيبيها كده ساعتين 3 وغيري المية وحطي مية سخنة جديدة. عندك وقت حطيه من بالليل وسيبيه لتاني يوم، يعني سيبيه ليلة كاملة بمية عادية من الحنفية. بعد كده سواء عملتيه بطريقة المية الحنفية او بمية سخنة، بتيجي بقى بعدها بتلاقيه اتضاعف حجمه بالشكل اللي قدامك ده، والحبايه نفسها هاتي بقى البرميسه بتاعتك. وعايزه اقولك تقدري تعمليه في حله عادي، بس المهم تكون الحله محكمه الغلق عشان البخار ده مهم ولازم يفضل فيها. هنجيب التماسه بتاعتنا نحط فيها كميه الفول بتاعتنا اللي احنا مصفيينه من الميه بتاعته. بعد كده عندي معلقه كبيره من العدس الاصفر ومعلقه كبيره من الرز، غسلناهم كده غسلتين كويسين. بعد كده هحطهم على الفول. وبعد كده معايا طماطميتين ضربتهم في الخلاط وهحطهم عليهم. وبعد كده شوية من الجزر، نص جزراية كده كبيرة او جزراية صغيرة هبشرها واحطها عليهم. الجزر مع الطماطم هيدوا لون، والعدس كمان هيدوا لون حلو قوي للفول. بعد كده كان عندي نص فلفل حراق، لو انت عايزاه في سنة حرقية. عايزة اقولك ان الفلفل الحراق ده بينقل الطعم، بيخلي طعمه حلو قوي. ومعاه عصرة ليمون. بعد كده هقلب بقى المكونات دي كلها مع بعض كده تقليبه في السريع كده، وهزودها ميه سخنه. الميه السخنه لما نزودها على الفول ما نملهاش على الاخر قوي، لا نعملها اقل بشويه عشان لما يغلي ما يفرش معانا ويبهدل الدنيا. بصوا بقى انا هحط الميه سخنه، شوفوا هنوصلها لحد فين. بعد كده هرفعه على نار الصغيره بتاعتك او اقل عين عندك. هسيبه على نار عاليه. اول ما يغلي هوطي النار خالص، بمجرد ما يغلي وطي النار خالص تبقى شمعه. وتشوفيها كل نص ساعه، متقعديش تفتحها عليها كل شويه، لا كل نص ساعه افتحها عليها. لقيت الميه نقصت زوديها ميه سخنه واديها تقليبه كده واقفلي عليها تاني كويس وسيبيها. وبعد ساعه ساعه ونص عشان برضو على حسب الفوليه طلعي حبه واضغطي عليها. لو اتهرست يبقى هي كده استوت معانا، تقدري تطفي عليها النار وتاكلي منها بقى على طول. خدي بالك ان انتي لما بتشيليها تقدري بقى تعبي في اكياس او علب وتحطيها في الفريزر، تقعد معاكي وقت طويل جدا عادي. بص بقى شوفيلي اللون الحبه بيبقى عامل ازاي. وطبعا ما بنحطش اي بهارات ولا اي توابل ولا اي حاجه. طلعي بقى حبه من الفول بتاعتك في الطبق. عايزه تاكليهم وهي الحبه صحيحه ماشي، تهرسيهم بالشكل ده براحتك خالص. تحطي بقى عليهم الطحينه. واحلى زيت تحطيه على الفول الزيت اللي تكوني قاليه فيه بطاطس او طعميه، يعني زيت تكون استعملتيه في اي حاجه، بيبقى بيدي طعم حلو قوي. وشويه بقى ملح ولا كمون كده، ويا سلام على الطعم. وبس كده، متنسيش تشتركي في القناه وتعملي لايك. باي باي.